بسم الله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد لنهار اليوم. كما راكم تشوفوا في العنوان جيتكم فيديو شباب في الواعر، شباب بزاف، كملوا معايا للآخر. كما شفتوا في العنوان خرجة مع الأخوات ديالخ للصحراء. هنا بدينا بالتحضيرات ولا بديت بالتحضيرات، كل واحد شرا يحضر في داره. اول حاجه اللي بديت بها واللي هي البسكويت اللي كان سبق لي بزاف شاركتها معكم في الجروب تاعي تاع الفيسبوك، وطلبتوا مني الوصفه وقلت لكم راه بسكوي عادي ونديرها معكم ان شاء الله. كما راكم تشوفوا راني نخدم غير بالفوي برك. بالنسبه للمقادير درت ربع حبات بيض هنا خاطر كان عندي صغار. المهم ربع حبات بيض معاهم كاس الا ربع تاع سكر وكاس الا ربع تاع زيت ونصف كاس تاع حليب. ومن بعد جبت الفانيلا ودرت حوالي ملعقة ونص حتى الملعقتين كبار تاع الكاكاو. هنا انتي وعلى حساب الكاكاو اللي عندك، تعرفي الكاكاو تاعك اذا مليح واذا مر، تتحكمي في الكمية على حساب الكاكاو اللي عندك. ومن بعد غربلت شوية فارينة ودرت كيس ونصف تاع خميرة حلويات. الوصفة غادي نخليها لكم في صندوق الوصف، هكاك باش ما تخلطش عليكم المقادير كي راني نهدر، خليها لكم مكتوبة في صندوق الوصف. بسكوي ساهل لخفيف، راني نشف فيه بالفارينة بهذا الطريقة. دوك تشوفوه معايا من بعد كيفاش يخرج. بعد ما حصلت على القوام المطلوب درته في الفرن يطيب على 180، عندك حتى 200 درجة، خاطر هذا كل الفرن الكهربائي دي فوا تجي فيه كيش نقول لكم الحرارة تاعه ماشي نيشان، يعني كاتب لك 180 وهي ماشي 180. المهم درجة حرارة متوسطة، ما تحليش عليه حوالي 20 دقيقة حتى نص ساعة الأولى باش ما ينزلكش. أنا هكاك وجاني شوية مايل خاطر الفرن تاعي كنت معلقاته، وكما على بالكم قلت لكم راني ندير فيه اصلاحات للمطبخ، راني قلعت له رجليه وسيت كاليت بيه وهكا، وجاني البسكوي شويه مايل. شوفوا هنا يجي اسفنجي ويجي خفيف بالبزاف وما يجيكمش ناشف، اهم حاجه ما يجيش ناشف، يجي بنين بالبزاف. على كل حال بنات اللي معايا في التيك توك ولا في الانستغرام ولا في الجروب تاع الفيسبوك، راني شاركت معكم هذا الخرجه في الجروب تاع الفيسبوك، ما حطيتش، قلت حتى نحط لكم الفيديو، حطيتها لكم في الانستغرام وفي التيك توك. وكما راكم تشوفوا زينتها تزيين بسيط باللي كان عندي في الدار، شويه كوكاو إيفيلي وشوكولا ثاني ماكسون، ودرتها في هاد لابواط اللي كان سبق لي وشاركتها معكم في الصيف كي شريتها، تساعد بزاف ومليحه. ومن بعد رحت كانت عندي كميه من التمر الغرس منقي، وقلت ندير شويه تاع البراج. وصفة البراج ديجا راني مشاركتها معاكم مقبل، شاركتها معاكم بالزيت، بصح هذه المرة درتها مخلطة زيت وزبدة. درت 3 كيلات تاع سميد متوسط وكيلة تاع زبدة مخلطة، زيت غير شوية، زيت حوالي بالك ملعقتين برك خاطر ما كملت ليش الزبدة، زاودت بها برك. والطريقة تاع كيفاش نحل البراج وكيفاش نخدمهم وكيفاش نطيبهم غادي نخلي لكم الفيديو الأول في صندوق الوصف. هذا هما البراج تاعي، بديت نطيب فيهم كما راكم تشوفوا. طيبتهم في هذا الطاجين، عادة نطيبهم في الطاجين الكبير بصح ما راهش عندي، درتهم في هذا برك. وهنا روحت السيد كيفاش نحطهم في صحن التقديم وندير لهم البلاستيك الغذائي هكاك وقت التقديم، غير نقلعوا البلاستيك هذاك برك. يعني مبغيتش نكثر على روحي لي بواط ومن بعد تدي تقدمي، ديتهم مباشرة في الطباسة تاعهم وحطيتهم في لي باني. دوك تشوفوا معايا. وهنا راهو دارت لي كرسي وطلعت لي في البوطاجي، انا نهودها وهي تعاود تطلع، ومن بعد قلت خليها راها فرحانه. بعد ما كملت مع البراج والبسكوي رحت هنايا، هذه بعد الغداء. البسكوي كنت درته قبل الغداء، والبراج والبوب كورن طيبتهم بعد الغداء. على ما اظن سبق لي وشاركت معكم طريقتي في طهي البوب كورن في عيد ميلاد بناتي هكا ولا والله ما نيش متذكره مليح. المهم هنا كيما شفتوا في مرميطه درت شويه تاع الزيت، ومن بعد ضفت لها كميه تاع البوب كورن ونقصت عليها على نار هادئة. هنا ما تشوفوش البوب كورن راه يطير هكا، راني مسرعه الفيديو، خفت الفيديو يجيني طويل بالبزاف، على هذيك سرعت الفيديو.
هنا نقصي له وخليه يطيب في عقله، ما نحركه ما ندير له والو. واللي نعطيها لكم ثاني كملاحظة، حبات البوب كورن في الاول كي ديروهم حاولوا ديروهم سطح واحد برك، ما ديروش حبة فوق حبة، من المستحسن ما ديروش هكا باش ما تضليش تحركي فيه والحبات تاع البوب كورن تاعك كامل يطردقوا. بعد ما طاب طفيته هنا الغاز، راني مطفيه عليه وجبت درت له الملح. انا الملح نخليه اخر حاجه. وبالنسبه للمشتركه اللي كانت قالت لي ديريه لنا بالكراميل ولا محلى، ما نسيتكش حبيبتي، دوك نديرها لكم في القريب ان شاء الله. حتى البوب كورن نفس الشيء، خليته يبرد ورحت وجدته. دوك نوريكم شا وجدت في لي باني. كنت وجدت شوية هذا الكاوكاو والبوب كورن، درته في هذا لي ملتزة شوية سرابيت. أفكار للبيكنيك هكاك باش ما تنسوش. فهكاك ونسيت تنسي، لازم تنسي يكون فيها نسيان، يكون فيها اديت شوكولا البناتي والنسكافيه. وهذا هو البسكويت تاعي. على كل حال كنت دايره هذا التنظيم، ومن بعد عاود قلبت بين لي باني. كانوا البنات جابوا لاتاي صراحة، وانا ما رانيش مجماعة اللاتاي، انا نبغي الحليب، الور اديت معايا ترمو تاع الحليب. هذا هما لي باني تاعي، وجدت فيهم صوالحي. درت الفناجل تاعي وكانت الكارثه الكارثه. على بالي غادي تقولوا لي علاش ديتيهم معاك تاع فخار وكان ديتي بلاستيك ومنا ومن هي. انا كي نخرج، كي زوجي ما نبغوش نشربوا في تاع البلاستيك. الحليب راني نحكي لكم على الحليب، قهوه حليب ما نبغوش نشربوها في الكيسان تاع البلاستيك. تكونوا لاحظتوها معايا ديجا في الخرجات السابقين، ديما ندو معنا الفناجيل هذو. وبصح كان سيكوس الطريق وتكسروا لي، المهم لا علينا، كملوا معايا الفيديو الاخير دوك تشوفوا. هنايا سوق الجمعه كان بصح في المزا كانوا ديجا يلموا، بغيت نوريكم برك لقطات. بعد ما احكمنا الطريق رحنا قبل البير مسعود، قلنا ندو الولاد نصوروهم تقعد لهم سوفونير. بير مسعود غني عن التعريف، يعني هو أول رجل اللي كان حفر أول بير هنا في حاسي مسعود. الحكاية بالمختصر أن هذا مسعود الروابح كان بعيد، يعني ساكن في البدو، بعيد على الحضارة وبعيد على السكان. ألور كان سقسى إمام على يفتيله على اللي ما راهش يقد يحضر صلاة الجماعة في المساجد. كان نصح هذا الإمام، قال له احفر آبار، يعني بنية صدقة جارية، هكاك تكون عوضت على الصلاة اللي ما حضرتهاش تاع الجماعة، يصلي وحده ويدي أجر صلاة الجماعة. ومنها بدأ يحفر في الآبار. حفر حوالي 25 بير، ومنهم هذا بير تاع حاسي مسعود. المهم، والبير هذا كي حفره خرج له فيه مواد زيتية. كان غاضه الحال وقال كيفاش يعني. ومن هذيك اكتشفوا باللي هذه المنطقة منطقة بترولية وتاع محروقات. المهم انا بغيت برك نعطيكم نبذه، يعني مانيش متعمقه بزاف في الموضوع، وقريت لكم يعني كما راكم تشوفوا راهم دايرين نبذه تاريخيه هنا حذا البير، بلاصه بزاف شابه. مره ولا دايرين كراسه وين يقعدوا العائلات ولا وين يجوا السياح، ومليحة حتى تدي أولادك صغار تعلميهم يخرجوا يشوفوا الآثار تاع بلادهم ولا تاريخ بلادهم. انا نخليكم هنا تشوفوا بير مسعود. الفيديو تاعنا مازال ما كملش ومازال هضرتي ما كملتش. نكملوا هذه برك ونولي لكم، ما تروحوش.
هنا حبيباتي وصلنا للبلاصة اللي كنا قاصدينها، وهذا البلاصة شباب بزاف وما كانوش يعرفوها صراحة. الغاشي كانت خاوية تروحي لها كالمة ترونكيل. وكي وصلنا هاد الخطرة لقينا هاد الكلاب يعني كانوا بعاد علينا. دوك تشوفوا معايا هما وين راهم وحنا وين زدنا قدامنا وهكاك، وحكايتهم حكاية جاو عنا وما نحكي لكمش فيلم درامي. نخلي لكم مريم هي اللي تحكي لكم في الفيديو تاعها. المهم البنات وبلا ما نوصيكم نشطوني ودعموني، راكم تشوفوا ديجا راكم تسمعوا في صوتي بلي بالسيف تاع بالسيف راني قادرة نهدر وقادرة نعبر ولا غالب كنت وعدتكم بهذا الفيديو ونحطه لكم ان شاء الله في وقته. ما تبخلونيش انتوما ثاني بليجام والبارطاج. شوفوا هنا كانوا ديجا جاونا هاد الكلاب وراحوا عاودنا حطينا وعاودوا ولو، مي هاد المره ما ولوش عندنا. المهم حبيباتي هنا كي وصلنا وجدنا جبدنا صوالحنا كل واحد واش جاب. حطينا لناب هذه وحاولنا هكاك نثقلوها بالرمل. وانا تالمو الهيت في الهضره والهيت مره على مره البنات يقولوا لي مش انتي كنتي باغي ديري فلوغ صوري. يعني كانوا هما يفكروني باش نصور صراحه، كنت ننسى تسديني الهضره حتى نصيب روحي نحطو ما رانيش نصور ولا راني رافده التليفون حاسبه روحي راني نصور وانا ما رانيش نصور. المهم هنا البنات نصيحه عند وين تحطو باش تتقهووا، حطو بعاد على الاولاد وين يلعبوا، سينو القهوه تاعكم هذيك تولي تاكلوها مع الرملة كيما البحر. هذا هما الصوالح اللي كنت حضرتهم معكم. وكانت مريم وجدت الكيك دوك نوريه لكم، ووجدوا ليبيني كانت دارتهم نورمالمون ام بريسلان الله اعلم. المهم حبيباتي انا منا استسمحكم عذرا والله ما قدرتش نكمل الهضره. نخليكم مع الفيديو وندير لكم شويه موسيقى. على بالي بلي بزاف قالوا لي ماذا بيك لو كان تهضري ما ديريناش الموسيقى راهي مزعجه، وكاين اللي عندها مريض وكاين مي الله غالب. اعذروني حبيباتي هذه المره انا اللي راني مريضه ما قدرتش نزيد نكمل، وكما راكم تشوفوا الفيديو راه طويل. ونخليكم مع الموسيقى وكملوا الفيديو للاخير تشوفوا الحطه وتشوفوا الفناجل المكسرين. ومع الاخير تاني بغيت نوري لكم واحد الكشك يبيع لاتاي جاي على شكل براد تاع اتاي ومن تحت باللاد ولا بالضوء خادم شغل. هذاك البراد راه محطوط على الجمر، عنده واحد المنظر روعه. كل ما نفوت للبولفار نقول نصورها لكم حتى المره هذه باش كتب ربي. المهم حبيباتي انا نخليكم الى الملتقى في فيديو اخر ان شاء الله. كملوا نتوما الفيديو مازال ما كملش ونعوضها لكم في فيديو اخر ان شاء الله. سلام. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن بكم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد، فهل تسعدوني بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام. سلام كمسك الختام، مسك الختام بابنا يا كرام، أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. أموت وأحيا على حبكم، وذلي لديكم وعزي بكم، وراحة روحي رجاء قربكم،
مقاصدي إليكم دوام.